Jakie? بيان للرأي العام العالمي إن استخدام الدولة التركية الفاشية للأسلحة الكيميائية يؤكد على استحداثها وصنعها وتخزينها لهذه الأسلحة، وبالتالي خلقها لاتفاقية باريس لعام 1993 التي حظرت كل ذلك، وتحت طائلة تدمير هذه الأسلحة والإحالة للقضاء الدولي. ثم إن كل الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بالاعتماد على السلاح الكيميائي ضد الأشخاص والبيئة هي علنية وتتحدى بها القانون الدولي العام والإنساني إلى درجة توحي بها بأن الإرادة الدولية الرسمية مرتهنة لإرادتها، وتعيد للأذهان مجددا بأن هذا التحدي يشكل استمرارية للمؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان ولتصنيف حركة التحرر الكردستانية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني PKK في قائمة الإرهاب. نعم، هذه النهاية السيئة هي من تلك البداية السيئة، وهذه النتائج الكارثية هي من تلك المقدمات الكارثية، وكل ذلك يؤكد على حقيقة الدور الإجرامي للدولة التركية الفاشية في المشهد الدولي في مجال التحكم بالخيارات الدولية وبانسداد الآفاق في مجال الحرية والديمقراطية، لأن الدولة التركية الفاشية تستميل المجتمع الدولي الرسمي دائما بالمغريات لقاء تراخيه عن واجباته إزاء ما يمليه القانون الدولي أو تنازله عنها. وللأسف الشديد إن المجتمع الدولي الرسمي الذي استطاعت الدولة التركية الفاشية ومنذ التأسيس لميثاقها الملي السيء الصيت عام 1923 أن تسخره لاستراتيجيتها التي تدور حول تثبيت دعائم العثمانية الجديدة هو ذاته المجتمع الدولي الرسمي الذي نراه صامتا على انتهاك حرمة الالتزامات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ونخص منها بالذكر هنا في هذا البيان تلك المتعلقة بالأسلحة الكيميائية كاتفاقية جنيف لعام 1980 وبروتوكوليها الأول والثالث، وبروتوكول جنيف لعام 1995، واتفاقية
لاهاي لعام 1976 المعنية بالبيئة والجغرافيا، واتفاقية عام 1972 الخاصة بالأسلحة البكتيريولوجية والتكسينية، وبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها لعام 1925. بالأمس القريب وفي هجوم مباغت للدولة التركية الفاشية على منطقة الدفاع المشروع في جنوب كردستان، استخدمت الدولة التركية الفاشية الذخيرة الكيميائية التي ألحقت بالبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق مستمر وانتهاك سافر لحقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية كجريمتين ضد الإنسانية حسب المادة 7 من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998.